عليك ملاقي كذي مسكر 3 جوالات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما بعد، نرحب بالأخوة الإعلاميين الذين لبوا الطلب لنقل هذا الحدث اليوم من إضراب شامل وعام في جميع الأسواق، ونقول لهم أهلا وسهلا. وندين ونستنكر ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من حرب ودمار وقتل وسفك دماء الأبرياء في غزة، ونستنكر الصمت العالمي والعربي تجاه هذا الاحتلال الغاشم ما يقوم به من دمار وتنكيل بإخواننا في غزة. وهذه الحرب الأخيرة بيّنت بشع وتعطش الاحتلال للدم الإنساني والقتل والتهجير والدمار، وندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان. نحن مستعدون للتبرع بالمال وكل ما نستطيع أن نعمله وأن يصل لهم من مال وعتاد ورجال إذا احتاج. حرب الصرافين كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في محافظة مأرب تم إغلاق جميع المحلات الأسواق تضامنا لأخواننا الفلسطينيين في غزة، ونبشرهم أننا نحن متضامنين معهم إعلاميا ودعما بالفلوس، ولو يحتاجوا رجال بس نريد المنافذ تفتح يبشرون برجال والمال بكل حاجة، يعني تضامن إعلامي وتضامن مادي، وحتى الرجال مستعدين بكل حاجة بما أوتينا من قوة، وهذا أقل القليل لنصرة أخواننا الفلسطينيين في غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونشكر الأخوان الذين يساندون فلسطين في أنحاء محافظة مأرب وغير مأرب، وإن شاء الله كلهم مغلقين، وسوف اللي ما يتغلق ما يغلق، ونساندهم برجال ومال وما نستعد به من قدرة الله سبحانه، فإن احنا معهم قلبا وقالبا. غلقنا محلاتنا كامل تضامنا مع اخواتنا في غزة لاجل نشعر بما يشعرون ونحزن بما يحزنون، فهذه المحلات كما تشوفون مغلقة كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تنديد ما يحصل لإخواننا في غزة من إبادة جماعية من الكيان الصهيوني الغاشم، من تطهير عرقي وقتل جميع أنواع الجرائم، وندين نستنكر لإخواننا في غزة ما يحصل اليوم،
ونحن هنا ندعو العالم بالإضراب الكلي وتنديد بجرائم بهذه الجريمة، تنديد لهذه الجريمة. اليوم ضربوا المحلات في جميع الأسواق من شان القضية الفلسطين وأخواننا الفلسطين، وهذه قضية كلها مسلم وقضية تخص المسلمين